بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في فيديو جديد. رجعت لكم بعد غيبة طويلة برشا. نحب نطمنكم عليا، الحمد لله لاباس، وان شاء الله طافي الفيديو نحكي لكم السبب غيابي وبعدي عليكم المدة هذه الكل. مالا خليكم معايا وتوي نتعداو الريسيت نتاعنا اليوم ان شاء الله باش نحضروا مع بعضنا كسكسي بالعصبين. العصبين ديجا كنا محضرين من قبل. تنخلي لكم الرابط ان شاء الله في صندوق الوصف. بون لهنا باش نستعملوا عندنا كيلو كسكسي نتاع حانوت مش دياري. حطيت فيه 3 عواد قرنفل، اللي يحب يزيد عواد قرنفل يزيد حسب الذوق نتاعو. بون استعملنا قلت لكم الكسكسي، عندنا العصبين، وانا بطبيعه الحال ديما نحب نستعمل الخضره. استعملت سفنيغي، استعملت القرع وبصله قصيتها جوانح وزوز بصلات صغيرين خليتهم كيما هما، عملت فيهم فتحه في الوسط باش تدخل فيها صوص. واستعملت البطاطا، عندنا زاد الحمص بطبيعة الحال، الملح والتابل والفلفل الأكحل، عندنا الطماطم المعجونة، الفلفل الهريسة والفلفل الأحمر، وزيت الزيتونة بطبيعة الحال والزيت العادي. وتويكاش نبداو في تحضير الكسكسي ان شاء الله. اول حاجه نبداو بها نحطوا شويه زيت يسخن، ومن بعد كي نقليو فيه قرون فلفل اخضر باش نقدموهم مع الكسكسي. بطبيعه الحال كيما نعرفوا الناس الكل ليك يخرجوا نكهه مزيانه برشا في الماكله كي نقليو الفلفل من الاول هكا كملوا نقليوه نحيوه بالطبيعه. بون ولهنا كيما تشوفوا معايا الزيت اللي قليت فيه الفلفل نحيت منه الكميه هذه باش نستعملها من بعد تشوفوها معايا بقدره ربي. بون لهنايا بقية الزيت حطيت فيه البصلة اللي قصيتها جوانح وباش نقليها، معناها نفس المراحل نتاع اي كسكسي. الديفيرونس الوحيدة بين الكسكسي بالعصبين والكسكسي العادي هي جست الوقت نتاع الطياب اكاها. بون لهناك بعد ما قليت البصلة مليح مليح حطيت لها طماطم المعجونة هكاكا تقريبا 4 مغارف كبار مكومين بالكدا. ما ننساوش كونه العصبينة معناها فيها طماطم وكله بطبيعتها باش تخرج من النكهة نتاعها. لهناك قلينا الطماطم ونرطو بالنا بالطبيعة ما نحرقوهاش ونزيدو عليها الفلفل الأحمر. وكيف كيف لازم نقليو الفلفل الأحمر شوية، ما زادا نرطو بالنا ما نحرقوش، جوست نقليو شوية ونزيدوهن كيتا مية كيما تشوفوا باش يتقليو بالكدا وما يتحرقوش. وتويكا باش نزيدو الفلفل الهريسة اللي كيما العادة والعوايد حليناه في شوية ماء باش يتحل بالكدا وقت التطييب. وبطبيعة الحال كل وين نزيدو حاجة نحركوها ونقليوها مع بعضها حتى لين تتجانس المكونات الكل في بعضها. وتويكا باش نزيدو الحمص منفخته من قبل، انا ننفخ كمية ونحطها في المجمد كما تعرفوا. خذت كمية متاع حمص وزدتها. وتويكا نتعدى نحط الملح واللفاحات اللي نحب عليها، انا باش نحط شوية تابل وشوية فلفل اكحل اكاهو. وبالنسبة للفلفل الأكحل كل واحد يحط حسب ذوقه. ديجا أنا حطيت شوية على خاطر كيما تعرفوا فلفل هريسة وفلفل زينة وفلفل أخضر ما شاء الله عندي بيبي صغيرة كيما متعودين بيا نقص شوية فلفل الأكحل ونحركوا لفاحات باش تتقلى زادا هي شوية. وتويكا نتعداو نمرقوا الكسكسي متاعنا بشوية ماء يغلي ونخليوه يزيد يغلي كله مع بعضه. اون فوا غلي الماء باش نزيدو عنا العصبين كيما تشوفوا فيه عملت فيه ثقب بالسكينة باش كيما نقولوا ما يتفلقش في وقت التطيب. بطبيعة الحال ما شاء الله اللي متعودين بالتطيب يعرفوا الحكاية هذيا. بالنسبة لواحد مبتدأ هذوما لي زاستيس صغار اللي ينجحونا كيما نقولوا الريسيت نتاعنا. بون لهنايا باش نحركوه شويه ولطون اللي هذا ياخذ شويه غلوه انا حاطه شويه ماء اخر باش يغلي. وباش نزيدو على خاطر كيما تعرفوا هذيا كرشه وتقعد برشا تبطى برشا في الطياب اكثر حتى من العصبر العادي من المصاري. على هذاك باش نزيدوها برشا ماء ونخليوها تغلي. بون المرقه تاعنا قاعده تغلي امورها واضحه. لهنا نتعداو للكسكسي كيف العاده، هو بما انه كسكسي نتاع حانوت ماهوش كسكسي دياري باش نبلوه هكاكا شويه بالماء ما ننفخوش برشا. وبطبيعتنا واحنا نخدموا فيه نعرفوه مازال ناقص ماء والا لا. انا لهناك حسيته ناقص شويه ماء باش نزيدو شويه ونبثبثو بالماء اللي زدتوله ونبثبثوه بالطريقه اللي تشوفوا فيها معايا حتى لين الحبات الكوليكا تتبلل بالماء. وتويكا جاء وقت باش نزيدو فيه الزيت. لهنايا نزيدك شويه زيت اللي نحيتها اللي قليت فيها الفلفل. كانت تذكروها قلت لكم تو نستعملون نوريكم وقتاش هذا هو وقتها. وباش نزيد عليه زيت زيتونه
وكيف كيف نفتلو الكسكسي بين يدينا باش ندخلو فيه الزيت هذاك الكورليكا باش ما يعجنناش وهو يطيب. وتويكا نتعداو نحطو الكسكسي بتاعنا في الكسكاس باش نفوروه، وكان لاحظنا فما كتل ولا حاجه نكملو نفركوها هكاكا بين يدينا، نحطو الكميه الكوليكا ونحطوها تفور بطبيعه الحال اذا المقفول يغلي. هي الكسكسي بعد ما فورناها التفويره الاولى كان لاحظت عملت فيه ثقب هكاكا باش البخار يتخلل بالكدا في الكسكسي ويسهل لنا عمليه التطيب نتاعو. بون هناك فرغته وحطيته في الصحفه هذيا اللوح وباش نمرقوه شويه. بالنسبه ليا انا ديما نفضل نمرقو من المرقه نتاع الكسكسي مش بالماء، علاش باش حتى كي يتبلل يتشرب مك الطعمه هذيك. وهذه المرقة بتاعنا متاع الكسكسي كما لاحظتوها ثقالت ونقصت برشا في المرقة. هذاك علاش زدتها طرف ماء سخون يغلي كالعادة وباش نمرق بها الكسكسي للتفويرة اللي من بعد نحطو هكاك الكمية اللي نراوها مناسبة وبطبيعة نصفيوها باش ما يهبطش البصل والحمص ونحركوه وندخلو اكل المرقة هذيك في حبات الكسكسي حبة حبة. وتويكا قبل ما نرجعو الكسكسي فور باش نحطو اسفنارية نعرفو اسفنارية تبطى شوية في التطيب مش كيما البطاطا لهناك كيما العادة زدت شوية ماء يغلي على خاطركشي العصبانة مازالت ما طابتش ومازالت تستحق ماء ديجا المقفولة صغير ما نجمش نحط الكمية الكورليكا من المرة الأولى كان نبقى نزيد بشوية بشوية على شرط نزيدو الماء يكون يغلي بطبيعة الحال. وكما شفتو رجعت الكسكسي زيت فور ومن بعدكشي نحي الكسكسي ونحط البطاطا والبصل والقرا بما انهم يطيبوا مع بعضهم في نفس التوقيت. لهناك زيت الخضره بطبيعه تبقى الخضره اختياريه نحطوا الحاجه اللي نحبوها ونحبوا نعملوه بلاش خضره نعملوه نجموا نحطوا اللحم ما نحطوش الخضره نجموا نحطوا اللحم وعصبين وخضره حسيلو كل واحد يعمل الحاجه اللي يشتهيها والحاجه اللي يحب عليها. وتوا نرجعوا الكسكسي يكمل يتفور في عقله مع بقيه التطيب. بون لهنايا انا كنت صامت خرشف ومخليته على جنب صامتته يعني طايب كومبليتمون لهناك حطيته في اخر طريقه جوست باش يتشرب من النكهه نتاع المرقه وكها سينو نجمو نحطوه الخرشف ماهوش مصمود جمله واحده نحطوه من الاول بالكل ويطيب معناها ما يقلقش. ما انا عندي مصمود من قبل حبيت زدته انا ديجا من احباء الخرشف بتعليموتين وهذا الكسكسي بعد ما كمل طاب ما شاء الله كما تشوفوا فيه نحل فيه شويه شويه بالمغرفه باش نحي اكل كتل هذيك تتحل ما تقلق جمله واحده ماهاش متكتل طايب بالكدا في حقه. لهنا المرقه نتاعو ما شاء الله زاد كما شفتوه تهبل تهبيل. لهنا كان نتعداو باش نمرقوا بها الكسكسي اللي حضرناه مع بعضنا وباش نشوفوه بعدك في الاخر بالكوليكا مع بعضنا. لهنا كما العاده باش نحركوا بشويه بشويه باش ندخل الصوص هذيك في الكسكسي. بون لهنا اوكاش نبقى نحرك في الكسكسي وباش نحكي لكم على اسباب الغياب هذايا المطول ونمدكم كما نقولوا باخبار جديده. بون انا الساعه قبل كل شيء الفيديو مصورته من بكري ما نجمتش نمنتجو اول فرصه هاني نجمت منتجت فيها الفيديو هاني هبطته باهي باش نقول لكم اللي انا سافرت ما عدتش في تونس سافرت لكندا عندي تويك كيكا شهر ونص. بون غبت عليكم من مدة طويلة انا لما حالة الله غالب كنت كما تعرفوا واحد معناها قادم على عيشة جديدة بلاد جديدة كل شيء جديد معناها نفسانيا ما كنتش قادرة باش نخدم واصلا حتى وقت ما كنتش متفاضية وكل شيء كنت نعدي في البيرمي كنت نحضر في روحي حسيلو برشا احتياط صارت في البريود الاخرى معناها كنت كيما نقولوا لاهيه في روحي وهذاك هو لا غالب ما نجمتش نمنتج بورتون راني كنت مصوره برشا فيديوهات في تونس الله غالب ما تمكنتش اني نمنتجهم ونهبطهم قلت لكم حتى نفسانيا معناها مانيش كلي اليز باش نجم نخدم والى حاجه. بون قلت لكم مصوره برشا فيديوهات في تونس ان شاء الله باذن الله تو نكمل نحط لكم الفيديوهات اللي صورتهم في تونس بحكم تويكا زاده صعيب عليا كوني باش نصور وكل شيء برشا حاجات تبدلت العيشة جديدة الماكلة مختلفة حسيلو
ان شاء الله بقدرة ربي اول فرصة نجم نصور فيها لهنا باش نصور لكم ونهبط لكم جديد. سينو انا مصور قلت لكم فيديوهات ما شاء الله في تونس تو نمنتجهم بالواحد، وكل وين نجم نمنتج فيديو نمنتجه ونهبطه لكم. ما شاء الله فيديوهات غير ربي. بون يعني قلت لكم انا سافرت لكندا شوية من الطبيعة في كندا نوريها لكم. وان شاء الله يا ربي ما نغيبش عليكم اكثر من هكايا، وباذن الله باذن الله اول فرصه نجم نهبط فيها فيديوهات نهبط لكم باذن الله. حاسي وهذه هي كندا ما شاء الله تويكا بيسك ما عادش فما ثلج وما شاء الله طبيعه ابنورمال. سيلو السلام عليكم ورحمه الله، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم.